يا مساء الخير عليكم. اول حاجه بعتذر جدا عن انقطاع السناب امبارح، بس النهارده قلت لازم ابدا. يعني اول حاجه ابدا بيها ان شاء الله النهارده يومنا ان ابارك لكل واحد اتحادي. الف الف مبروك الدوري، والله تستاهلوا تستاهلوا تستاهلوا. يعني بعد غياب كبير يمكن اكتر واحد فرحان دلوقتي سلطان بن خالد. فالف مبروك لكل جماهير الاتحاد، تستاهلوا والله، عملتوا دوري جميل السنه دي. وان شاء الله نشوفكم في كاس العالم للانديه اللي هيتلعب السنه دي في السعوديه. بس يعني انتوا عارفين البقيه تاتي. ان شاء الله موفقين. وعلى الرغم من فوز الاتحاد بالدوري وكل حاجه والف مبروك ليهم مره تانية، بس يظل الزعيم في القلب. عارف هيخشوا ناس يقولوا فؤاد دي القديمه ومش عارف ايه وده الشعار القديم، بس يظل في القلب برضه قديم وجديد. بيو 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 هلال. يا بتاع كريستيانو، شايف الفلتر بس يمشي كده كده، يمشي كده يعني كده. ايوه انا انت بتغيظني يعني. ايوه تعال نصراوي. عموما انا نصراوي، بس والله الاتحاد صراحه عمل بس عشان بتحب حجازي بس عشان كده مبسوط. المشكله مش في حاجه، المشكله اللي هو هيقابل الاهلي المصري في كاس العالم. يا عم تنيل هي دي تأهلنا عشان يقابل الاهلي المصري. هي دي المشكله. ايه رايك في الكاب ده مخصوص لجماهير الاتحاد؟ انا شايف برضو من هنا اصفر ومن هنا اصفر. هو اللون الاصفر يمشي عموما كده كده. اسمع بس، اللون اصفر فواحد. اقسم بالله انتوا لا طلتوا لا دوري ولا اسيا ولا اي ولا بص. على الاقل انت الثالث احنا الثاني. مين احنا دي؟ انا اهلي مصري، ما هيش علاقه بدول كلهم انت أصلاً. مش هلالي. انا ايوه انا اعرف مش هلالي انت. لما يكسبوا انا هلالي. لا لا انا وصيف الدوري. انت ايه؟ انت مين انت اصلا يا ابني؟ انت مالك؟ انت اسكندراني، انت بتدخل ليه في وصيف الدوري وما وصفش الدوري؟ عموما اصلا عايزين الماتش بس بتاع عندي الأهلي خبر المصري ليك. والاتحاد. عندي خبر ليك حلو السناب الجاي. اسمع الخبر الحلو. ايه الخبر الحلو؟ قررت اغير المدرب بتاعي. مين؟ هو انت. وبعدين؟ والله مش أحمد جرامي ولا ايه؟ هروح مع اي حد، بس خلاص قررت اغيره. انا هشاهد الناس. انا كان عندي من يوم الخميس اللي فات. تعال كان عندي يوم بيج الخميس اللي رامي فات. امرن بيج رامي يوم ولا امرنه؟ يا اكيد جماعه هسحب يا عليه. جماعه اسمعوا الموضوع. يوم انت لو الخميس مدرب هتسحب لا عليه. يوم الخميس اللي فات كان عندي تمرينة ارجل، صح ولا لا؟ تمام. قلت لك اديته رمضان. التمرين. لا انا ما ادتنيش تمارين، اديتك والله العظيم التمرين. ان خالد والله اللي العظيم مديني اديته التمرين. جيت اقول له عايز التمارين، قال لي فؤاد مش انا مش فاضي لك دلوقتي وبمرن طبعا. البيج رامي. بيج قلت له رامي. البيج رامي يوم تستغنى عن البيج فوش. لا ما استغناش عنك. انا استمعت عنك. عموما اسمع عايز بس أعرف. اسمع، البيج رامي دي عمل فتنه بينا وخلاص راح يوم. وعلى فكره جسمه مش قوي يعني، بس احسن منه فوق. يعني انا اخش فيزيك مش عارف ايه. مين بيج رامي ده؟ يا جماعه ركزوا معايا في السنابات الجايه دي عشان الناس اللي عايزه تجيب اجهزه سير او اوبتيكال في البيت عندها. دلوقتي المهيد عاملين عروض لغايه 50% خصم على الاجهزه اللي عندهم. بالاضافه لكل ده ان انا كمان هديكم كود خصم هيخصم لك خصم اضافي فوق الخصم اللي هم عاملينه. يعني عرض مكسرين الدنيا بيه، والاول مره تقريبا يمكن حد يعمل خصومات توصل لغايه 50% على اجهزه السير والاوبتيكال. يعني محدش ليه حجه ان هو يتمرن في البيت، كده اللي يا مش عم. عايز يجي النادي مش عارف. 50%. كده هتوقف السوق علينا انت كده. لا هو انت مالكش دعوه بالسوق ده خالص. انت أنا اللي انت هروح. خلاص انا أنا صح. انا شكلي- بقلب الكاميرا انا كنسلته من شكلي اسمع التمرين. بس، انا شكلي انا اللي هروح اشتري اجهزه واتمرن في البيت. اتمرن في البيت اصلا محدش يتمرن معاك، انا هبوظ سمعتك الفتره اللي جايه. فخلينا نشوف الموقع بتاعهم دلوقتي ونشوف الحاجات اللي هم عاملينها. طب يا جماعه لو جينا هنا فتحنا الموقع، اول ما نفتح على الموقع مثلا كان عندنا هنا الاوبتيكال المنزلي ده كان سعره 4000 تقريبا، دلوقتي سعره بعد الخصم 2400. لو جينا على السيور برضو فيها عروض، كان السير ب 5000 دخل على 6000. 6000 تقريبا، سعره بعد الخصم 2999 يعني 50% خصم. بالاضافه بقى في عندك الدراجه كانت ب 7200 دلوقتي ب5، غير كود الخصم طبعا هيخصم لك خصم اضافي. طبعا ادوات يعني رياضيه متعدده، حابب تعمل جيم منزلي، حاجات كتير. كل تجهيزات الجيم اللي عايز تعملها في بيتك موجوده عندهم في موقع المهيد، يعني ولا اكتر من كده ده دلع. وبالاضافه برضو قلنا لكل ده ان انا هحط لك دلوقتي كود خصم وهحط لكم رابط الموقع بتاعهم، هيخصم لك خصم اضافي فوق الخصم اللي هم حاطينه عندهم على المنتجات بتاعتهم. طيب والمهيد دلوقتي برضو عاملين حركه حلوه جدا على تويتر. في هاشتاج تحت دلوقتي هحطه لكم اسمه المهيد بعنوان الرياضه. المهيد بعنوان الرياضه بينزلوا فيه دايما العروض بتاعتهم، بينزلوا فيه الاخبار بتاعتهم، بينزلوا تمارين، بيعملوا مسابقات، حاجات عندهم. فتقدروا ان انتوا تخشوا على تويتر وتستفيدوا برضو من الهاشتاج ده
ان انتوا تتابعوا اخبارهم، تشوفوا ايه الحاجات اللي عاملينها، العروض اللي عاملينها، المسابقات اللي عاملينها، تشاركوا فيها، تكسبوا ان شاء الله. انا ما عنديش حساب تويتر، شكلي هروح اسجل في حساب دلوقتي وادخل، لازم اكسب من وراه. لازم المشاركات اللطيفه دي. لازم. قاعد مرزوع في جيم، عايز تكسب ايه؟ يا عم اي حاجه. خلاص انت الواحد المفروض زيك يعني ما يخش مسابقات زي دي، سيب الناس اللي عايزه تستفيد هي اللي خلاص يخشوا. خلاص. مش هعمل فتابعوهم حساب. على الهاشتاج اللي هحطه لكم تحت، وان شاء الله تستفيدوا معاهم.